انا يا اختي قمت لك من على السجاده خالص. بصوا قاعده جنبي وانا ايه بصلي. انا قمت خالص من على السجاده عشان ترتاحي نفسيا يا حب. انا قمت من على السجاده عشان تقعدي ترضعي براحتك. يعني الشقه كلها يا عيني ما فيهاش الا الحته دي تقعد ترضع فيها، واخدين بالكم؟ حتى عيالها طول ما انا بصلي بيلعبوا في الشراب، بيلعبوا في رجلي هنا كده في الشراب، واخدين بالكم؟ وعمالين يعني مش عايزه اقول لكم يشدني من الجلابيه قلة أدب. وأنا كمان بسجد كمان يجي في حضني كده حاجة كده. يعني المفروض فعلا والله أعمل مكان خاص للصلاة، بس ما يعني مش عارفة، ما بعرفش أصلي في الأوض. يعني ببقى بحس إني مخنوقة، فاهمني؟ وكمان أوض عشان ضيقة، فهنا بيبقى أوسع مكان كده بيريح معايا، ولما أدخلهم الأوضة بيزعلوا ويا لهوي ناو ناو ناو، فاضطر ان انا ادخلهم بعد كده عبال ما اصلي، بعد كده اطلعهم تاني. يعني واخدين بالكم؟ ما خلاص بقى مبقاش حابين الاوضه، يجوا عند الاوضه ويجروا فاكرين ان انا ايه احبسهم. حبايبي بس حبايب قلبي يا رب، يا ناس ويا لاسي، يا ناس ويا ناس، حبيبتي 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 حبيبه قلبي. دي توته تلعب مع الولا اسمه ايه، واد بيتا. واخدين بالكم انتم؟ كل سنة وانتم طيبين يا جدعان. احنا بدأنا الحمد لله تفريزات رمضان. مفيش حاجة اسمها تفريزات رمضان على فكرة، يعني تفريزات وخلاص، مش شرط. بس هو عشان شهر احنا ايه بنقول ان احنا بنصرف فيه كتير، فاهمني؟ لو عملنا تفريزات بنية ان تبقى كل حاجة سهلة علشان نتفرغ مثلا للصلاة وقراءة القرآن كده. ما انا في الحتة دي التفريزات ضرورية وواجبة مثلا للي يقدر، يعني للي تقدر التفريزات. فاحنا الحمد لله انا مش هعتل هم اللحوم، بقى عندي كتير اهو ما شاء الله، اللهم بارك، يعني اللهم صل على النبي، الله اكبر. بقى عندي الحمد لله لحوم يعني ما شاء الله، وفتحية تقضينا 3-4 ايام، واخدين بالكم؟ تعالى جابيتها هنا ماشي. ونزلت الحمد لله، ربنا كرمني، قلت بقى ايه هنزل كل ما يبقى حاجة كده هوت يعني افرز واجيب. فانا الحمد لله يا رب العالمين انا مفرزه طماطم ما شاء الله كتيره، وكمان رخصت اكتر، يعني الطماطم رخصت. فنزلت السوق بقى، بصوا جايبه ايه، جبت شويه الحاجات الجمال دولت كده، جبت طماطم وبسله وجزر. فقلت ايه كل ما انزل اجيب حاجه بقى، يعني علشان خلاص يعني فاضل ايام قليله قوي قوي ويخش الشهر الفضيل علينا، ماشي. وطلباته ما بتخلص، بس على قد ما نقدر، يعني مثلا توفر اي شيء معاكي، هاتي اي حاجه اركنيها زي ما شفنا كده في كرتونه رمضان. طماطم، طبعا الطماطم دي حاجه، دي سر التفريزات، استاذه التفريزات هي الطماطم ديت، ورخيصه قوي ما شاء الله اليومين دول. والبطاطس كمان رخصت وبقت حلوه، والبصل خلي بالكم. لكن تخزين البصل انصح ان هو ما يبقاش في المطبخ مع الحراره. تعالي انت اقفلي الشباك دوت علشان بيصطادوني البياعين ويعدوا سبحان الله ويحلق. يعني عارفين رباب بتعمل فيديو يلا يلا اهو سامعين اهو اتفضلوا. يعني رغم ان احنا بعد العشاء دلوقتي، يعني انا لسه قايمه من على صلاه العشاء والبياعين بيحلوا دلوقتي، مش عارفه اقول ايه والله. ولا شحبر ما تنطش، عايز ينط على الجزامه. شحبر ما تنطش، ما تنطش يا شحبر. والله انا كنت صايمه النهارده لسه ما فطرتش لحد دلوقتي، بس شربت ميه بس اهو. شفتوا؟ ما سمعش الكلام، قله ادب مفرطه من شحبر. وتوته وبيتا بيلعبوا مع بعض، وكوكي في الحمام قاعده على الغساله مش عايزه تطلع، وما شاء الله على الدنيا. وفتحيه كلت الحمد لله، والواد بيبسي برضو، الواد بيبسي دخل كل، وحطيته في اوضتي. قلت يعني اسرع عن نفسه شويه وخليه قاعد في اوضتي شويه عشان ما يحسش ان هو يعني منبوذ وكده، ماشي. المهم بقى، فانا مش هعتل هم اللحوم بقى، الحمد لله رب العالمين عندنا لحوم الحمد لله. نجيب بقى الخضار ماشي. عندكم بقى بسلة، وعندكم سبانخ، الحاجات اللي انتوا بتحبوها بقى. يعني بتجيب مثلا تعمل كيس ولا كيسين ولا حاجة، تجيبوا التوابل وتركنوها مش هتبوظ خلاص، ده فضل بتاع 20 يوم او 22 او 23 يوم. اي مستلزمات ليكي بتستخدميها في رمضان هاتيها، زي ما شفنا كده كرتونة رمضان اللي هم نزعوها لي ديت،
والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونقول لكم كل سنه وانتم طيبين، يعود علينا وعليكم الايام بخير. بصوا انا مش هقدر اشيل سجاده الصلاه الا لما هم يخلصوا رضاعه، هزقهم كده يعني ولا انكشهم كده عشان ابقى ظالمه بقى، زي ما طلع في فيديو بيقولوا لي حرام عليكي، ايه حرام عليكي انت كده ظالمه، عشان في فيديو في قناه قطط اللي هي القناه الزرقاء ديت. انا كنت كاتبه على الفيديو ده ان انا مش عايزه ادخلها اولادها منعاها عشان في بقها اكل، يعني هي واخده اكل في بقها لحوم، وعايزه ادخلهم لاولادها وانا حابسه اولادها في الاوضه عشان غلط عليهم، لان قبلها بيوم كان في طفل هيموت يعني بسبب الحركه اللي هي عملتها دي. فانا ليه وليه بقى ان انا حبستها؟ قعدوا بقى يقولوا لي ايه الاسلوب اللي انت عاملاه دوت، وحرام عليكي انت كده ظالمه، لا ارميها في الشارع هي وعيالها افضل. طالما مش فاهمين حاجه ومش متابعيني ما تتكلموش، اللي متابعني بس هو اللي عارف انا بعمل كده ليه. وما اقدرش اكلهم، ده عندهم شهرين يا جماعه، ما اقدرش اديهم لحوم مباشره كده. طبعا الفنزات حبايبنا عارفين ان انا بديهم الاكل واحده واحده وعلى الهادي يا زبادي. حلوة والنبي، والنبي حلوة كلمة على الهادي يا زبادي دي يا رب، اخ عليا وعلى مصطلحاتي الجميلة. خلاص ماشي، وانا بيهمنيش كلام حد، انا براعي ربنا الحمد لله. واكلهم بصوا لسه اكلهم اهوت، وبسلق لهم بطاطس وبيض، ولو في لحوم يعني بهرسها لهم مع البطاطس او مع الفينو، وهمشي على نظامي اللي انا واخده عليه مع قططي، عشان دول كمان ما عندهمش مناعه اللي هم الشريطات. يا سلام يا حلاوه امكم، امهم قامت وهم ما شاء الله استلموا السجاده. انا مش هشيل السجاده بقى، خلي السجاده كده والنبي حلوه وربنا حلوه، القعده كده روحانيه وحلو، فكرني برمضان. وغير رمضان لازم تبقى القعده روحانيه على طول. ارميهم بقى، ارميهم انطرهم كده عشان يقول عليا ظالمه يا ظالمه. متنسوناش حبايبنا في اللايكات بقى، لايك اشتراك كومنت، القطقطات رب الامارات العسلات النايمين على سجادة الصلاة. يعني بصوا امهم قامت هم قاعدين. ماشي، اسيبكم على خير حبيباتي في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.